كل يوم الصبح في طقس صامت بيحصل في آلاف المواصلات. بني آدم ساند راسه على الشباك أو باصص في مراية عربيته وبيتنهد وبيرسم على وشه ماسك عشان يقدر يدخل بيه باب الشغل. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة حياتك تستاهل. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الزواج واتكلمنا عن الصداقة واتكلمنا عن الدراسة. النهاردة هنفتح ملف المكان اللي بنقضي فيه أكتر من نص عمرنا، بيئة العمل. ازاي المكان اللي المفروض ان احنا نحقق فيه ذواتنا ممكن يتحول لثقب أسود يبدأ يسحب روحنا البطيء. وعشان نكون واضحين، احنا مش في معركة أبدا شخصية ما بين موظف غلبان وما بين مدير شرير. المدير اللي بيضغطك غالبا هو كمان معصور في مفرمة أهداف أكبر منه. المشكلة الحقيقية اللي بتحصل لما النظام نفسه بيفقد إنسانيته ويتعامل مع البشر كتروس لازم تدور لحد ما تتكسر. ولما التروس دي بتستهلك بيحصل لنا ظاهرة مرعبة اعترفت بها منظمة الصحة العالمية كمتلازمة رسمية اسمها الاحتراق الوظيفي أو الأوكيبيشنال بيرن أوت. وعلشان نقدر نفرق هل اللي احنا بنمر بيه ده احتراق وظيفي حقيقي ولا هم شوية إرهاق من الشغل، هنراقب 3 علامات. خد بالك علم عليهم في وعيك. 1. الاستنزاف العاطفي. التعب العادي بيروح لما بتنام وتريح، لكن الاحتراق انت بتصحى من النوم اصلا تعبان، بترجع بيتك عبارة عن هيكل عظمي مفيش فيه روح، مفيش اي طاقة، لا تسمع زوجتك ولا تقول لواد بقعد ساكت ولا توجه اي حد. الشغل استنزفك تماما وكل روحك معاه. تاني علامة تبلد والجمود. الشغل اللي انت كنت بتعمله زمان بشغف بقيت بتعمله دلوقتي بدون نفس وبرتابة وملل. لو نجحت ما تحسش بأي فرحة. عقلك في علم النفس داس على زرار الفصل، الدي بيرسوناليزيشن، عشان يحمي نفسه من ألم البيئة دي. تالت علامة وهي انعدام القيمة، إنك تبقى شغال وتعبان ومطحون وفي صوت شغال عمال يزن جوه دماغك يقولك إيه اللي بتعمله ده يا عم؟ أنت فاشل، أنت مالكش أي لازمة. ودي في الطب النفسي اسمها متلازمة المحتال أو الإمبوستر سيندروم، ودي بتكبر جدا في البيئات اللي بتعاقب على الغلط وبتتجاهل الإنجاز. طيب إيه الألغام اللي ممكن توصلنا للمرحلة دي؟ 1. الإدارة بالميكروسكوب. الخوف اللي بيخلي الإدارة تراقب كل نفس بتتنفسه فبيقتل جواك الاستقلالية. 2. غياب الحدود. الشغل اللي ملوش مواعيد ورسائل الجروبات اللي بالليل، ده نزيف مستمر لطاقتك. النقطة الثالثة التنمر الخفي، إن أفكارك تتسرق أو يتم تجاهلها، أو تحس إن نجاحك متشاف على إنه عادي، بس لو غلطت يتركب لك كشاف طوارئ. الخطر إن الشغل السام مش بيقف عند باب الشركة، جسمك هو اللي بيدفع الفاتورة. صداع نصفي وقولون عصبي ومناعة بتقع، وجسمك هنا بيقول بوضوح بما إن عقلك مش راضي يقف أنا هوقفك غصب عنك. الإسلام حط دستور بيحمي الموظف من المحرقة دي. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. القتل مش بس إنهاء حياة، القتل ممكن يكون بالاستنزاف اليومي لروحك ولنفسك. ولكن عشان نكون منصفين ونوزن الأمور بميزان علمي ونفسي دقيق، يلا بينا نعكس الصورة ونبص على الجانب التاني. كتير قوي ما بتبقاش المشكلة في إن بيئة العمل هي اللي سامة، المشكلة بتبقى في إن الموظف رافض فكرة الروتين والجهد، فبيبدأ يقنع نفسه إن هو أكبر من المكان ده وإن المهام المكررة دي إهانة لإمكانياته، فتلاقيه يتكاسل، دائم التذمر والسخط، وبيشتكي من أي ضغط طبيعي مطلوب منه. الشخص ده بيوصل نفسه لحالة من حالات الاحتراق الذاتي، هو اللي حرق نفسه بشعوره الدايم بالظلم رغم انه ما بذلش المجهود اللي يوازي طموحه. طيب ده بنسميه في علم النفس فخ الاستحقاق الوهمي. معادلة النجاح محتاجة صبر ومثابرة، والروتين هو جزء أصيل من رحلة أي إنسان ناجح. عشان كده الدستور الرباني قال للموظف كمان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان محتاج صبر مش استعلاء على الشغل. طيب إيه الحل العملي عشان نحمي نفسنا وننجح في نفس الوقت؟ 1. التقييم الذاتي بشفافية. اقعد مع نفسك واسألها هل البيئة دي فعلا بتستنزفني ولا أنا اللي محتاج أغير نظرتي للروتين وأبذل مجهود حقيقي. 2. الانفصال النفسي الصارم. يعني إيه؟ يعني لو البيئة ضاغطة الشغل ليه باب، اقفله لما تخرج، اقفل إشعارات الشغل، العالم مش هينهار لو رديت بكرة. 3. الشفافية الموثقة. يعني إيه؟ يعني وثق شغلك ومجهودك في إيميلات أو في رسائل، ده بيحفظ حقوقك وبيطمن الإدارة اللي هي قلقانة من غير ما تصطدم معاها. 4.
خطة السعي البديل. لو اتأكدت فعلا إن البيئة دي محرقة وبتاكل روحك، ابدأ دور على بديل وانت في مكانك. إحساسك إنك بتسعى لمخرج بيديك طاقة نفسية جبارة تتحمل بيها لغاية ما تلاقي فرصة تانية. رسالتي ليك النهاردة: أكل العيش مهم، والنجاح محتاج عرق. بس لو الشغل وصلك لنقطة إن أنت تكره حياتك أو إنك تفكر تنهيها، أقف فورا. رزقك مكتوب وربنا سبحانه وتعالى تكفل بيه، ولكن صحتك النفسية وعقلك لو انكسروا مفيش مرتب هيقدر إن هو يجبسه. انزل لي في الكومنتات وقول لي بصدق، هل بتعاني حاليا من أي حاجة من علامات الاحتراق الوظيفي اللي احنا اتكلمنا عنها؟ الحاجة التانية، هل واجهت زميل دائم التذمر وعنده استحقاق وهمي؟ اعترافك هو أول خطوة تنقذ بيها نفسك. شارك الفيديو ده، يمكن يفرق مع مدير بيضغط فريقه من غير ما يقصد، أو يطمن موظف مطحون، أو ينبه شخص محتاج إنه يركز في شغله ويبطل شكوى. الحلقة الجاية هنرجع لورا لأيام الطفولة، المكان اللي اتكونت فيه كل مخاوفنا. هنتكلم عن القلق وعن الطفل الداخلي، وليه جسمنا بيتكلم لما عقلنا بيقرر إنه يسكت. افتكر دايما إن نفسك أمانة، وحياتك تستاهل، وطلب المساعدة المتخصصة هو قمة الوعي. أشوفكم على خير. سلام.